السلام عليكم، يا هلا ومرحبا. شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير. يا هلا باخواني واخواتي، حياكم الله. ما شاء الله انا حاليا في ارياف فاس. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الطبيعة، شوفوا الخضار، ما شاء الله تبارك الرحمن. الاجواء حيل حلوة ما شاء الله. معاكم اخوكم عبد الهادي الشمري من الكويت. اقدم لكم الاستشارات الاجتماعية والعلاقات العامة، وكذلك عن كيفية الزواج من المغرب، وكيفية استخراج عقد الزواج المختلط الأجنبي. لا سيما أنني متزوج من سيدة فاضلة مغربية، فمريت بهذه التجربة، ويعني تعبت وعانيت صراحة قبل يوم طلعت الأوراق، ومريت على الاشتراطات الخاصة بزواج الأجانب. يشترطون أوراق كثيرة، ومن أهمها اللي هي شهادة الكفاءة وموافقة السلطات بلدك، اللي هي السلطات الكويتية. طبعا اخواني اخواتي، اللي مو عارف هي الاوراق المطلوبة، او مو عارف كيفية استخراج عقد الزواج المغربي، زواج الاجانب، يتكلم معي في الواتساب، وان شاء الله اني ما اقصر معاه باذن الله. اخوكم ومحبكم عبد الهادي الشمري من الكويت، وحياكم الله، واتمنى لكم حياة سعيدة وذرية صالحة، ويا رب اكون سبب في سعادتكم. تواصلوا معي في الواتساب، وان شاء الله اني ما اقصر معاكم. حياكم الله.